هنتكلم النهارده عن الاستثمار التجاري او الاستثمار ان انا اشتري وحده تجاريه او اداريه. اول حاجه قبل ما افكر اشتري او قبل ما افكر استثمر في التجاري لازم اشتري في مكان يكون مميز، الترافيك فيه عالي، المول نفسه حواليه كثافه سكانيه عاليه جدا، المكان نفسه يكون متعطش ان هو يتفتح مول او يتفتح محل تجاري، بحيث ان انا لما اجي اعرض المحل بتاعي للايجار يكون الطلب عليه عالي جدا. طبعا في امثله كتير حوالينا، مثلا بنتكلم مثلا زي العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه هيكون فيها اكتر مكان فيه كباستي عاليه جدا جدا، هيكون في الحي الحكومي وهيكون في منطقه سكنيه كبيره زي الار 7 والار 8 والار 3، فهيكون في كثافه سكانيه عاليه جدا، ناس ساكنين في العاصمه الاداريه وكثافه كمان من الموظفين اللي شغالين في العاصمه الاداريه والناس اللي بتتردد كل يوم على العاصمه الاداريه، زائد ان دي مستقبل مصر وان فيها توجه الدوله كله، فانت بتاخد في مكان مميز وكسبان كسبان. طيب لما اجي اشتري محل هنا افكر في ايه؟ لازم يكون المول مكانه مميز. تاني حاجه المول نفسه من جوه التفاصيل والخدمات اللي جوه المول والفاسيلتي اللي موجوده في المول تكون مميزه. طيب انا لما اجي اشتري، خلاص اشتريت محل هناك مميز مساحته مثلا 50 متر، سعره وليكن 10 مليون جنيه. انا بشتري في العاصمه الاداريه او اي مدينه جديده حاجات تحت الانشاء، بيكون بنظام سداد طويل، بدفع مقدم والباقي على وليكن 7-8 سنين. فلو المحل سعره 10 مليون انا هستلم المحل بعد 3 سنين، هاجر المحل قول بعديها بسنه، يعني هاجر المحل بعد 4 سنين، هكون دافع من ثمن المحل حوالي 65%. يعني المحل لو 10 مليون هكون دافع 6.5 مليون. باجي اجر المحل هحسب من دلوقتي الار او اي، هحسبه ازاي؟ هجيب اقرب منطقه للعاصمه الاداريه اللي هي التجمع الخامس. سعر متر الايجار في التجمع الخامس بالنسبه للتجاري يتراوح من 1500 ل 2000 جنيه حسب اللوكيشن بتاع المحل. فلو معايا محل 50 متر جايب لي ايجار للمتر 2000 جنيه، يعني هتاجر معايا في الشهر ب 100000 جنيه، يعني في السنه بمليون 200. لما اجي احسب الحسبه مليون 200 في السنه على المدفوع لحد ما انا اجرت اللي هو 6.5 مليون في 100، هيكون المحل ده جايب لي عائد سنوي 19%، ودي نسبه كويسه جدا جدا. وبس كده.